يعني ايه الواحد ينام ويصحى يلقى لعيبة الزمالك طلعت ترند تاني؟ يعني ايه بيحصل في نادي الزمالك؟ انا مش عارف ايه اللي بيحصل داخل نادي الزمالك. انا مش عارف. الواحد امبارح بالليل كان نايم وتمام وزي الفل، صحيت لقيت لعيبة الزمالك طالعة ترند. ترند في ايه؟ طيب في حد جاب جون عالمي؟ في حد اتنازل عن مثلا جزء من فلوسه؟ في حد اتبرع للجماهير؟ في حد راح مستشفى 57 3 57؟ مفيش الكلام ده. طلعت لقيت عبد الله جمعه ومصطفى شلبي بياخدوا تحت بعضهم بالليزر. تاني، عبد الله جمعه ومصطفى شلبي بياخدوا تحت بعضهم بالليزر. ايه قلة الادب وايه الاستخفاف ده وايه الجهر بالمعصية دي وايه ده؟ ايه ده يا جدع ده؟ ماله الزمالك؟ يا اخي بتاخد شعرك يا اخي بالليزر، ما تطلعش تتصور، ولا عايزين نشوف وشك، ولا عايزين نشوف وشك. يعني انت حاطط ماسك على وشك، يعني مش هنعرفك؟ لا عارفينك. جمهور الزمالك يجيب المخفية. يا حمار انت وهو، ده انتوا بهايم، ده انتوا اشباه لاعبين. يعني مغلوب من اسوان، ومتعادل مع الداخليه، ومتعادل مع الاتحاد، وطالع تاخد شعر جسمك بالليزر؟ ده انت ما عندكش دم. ده انت والله العظيم اللي بيجري في عروقك دي ميه. ده انت ما عندكش دم. كل يوم بنطلع بفضيحه جديده وبفضيحه شكل. مره مخدرات، ومره ليزر، ومرة وبعدين انتوا هتوصلونا لحد ايه وانت معاك ماتش بيراميدز؟ يخرب بيتك. انتوا معاكم ماتش بيراميدز وبعد كده الاهلي. ده انت داخل على معصرة، ده انت داخل على معصرة. ما تفوقوا شوية وحسوا بالجماهير. فوقوا شوية وحسوا بالجماهير. بس الجماهير لا تملك غير حسبي الله ونعم الوكيل في أشباه اللاعبين دول. ودول ما تستنوش منهم حاجة بالطريقة دي اللي ماشيين بيها، ما تستنوش منهم حاجة. نيجي للخبر الثاني اللي احنا شغالين نهري فيه بقالنا اسبوع 10 ايام. جون أوبوكا. جون أوبوكا كان خلاص على أعتاب نادي الزمالك، وخلاص وخلصنا، والكل صرح إن هو داخل نادي الزمالك، بما فيهم تصريح المدير الفني لسيراميكا الكابتن أحمد سامي. قال خلاص جون أبوكا مش معانا، وقالوا له خلاص آخر ماتش ليك، مش هتنزل تدريبات تاني معانا، وتمام وخلاص المستشار خلص والدنيا تمام. تفاجأنا إن نادي سيراميكا عايزة في جون أبوكا 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه بس؟ لا طبعا، عايزين اللاعب حمدي علاء بيع نهائي، مفيش إعارة تاني، اللي هو خط النص اللي هو بالنسبة لي يعني يلعب أساسي في نادي الزمالك. طيب ليه الكلام ده بيحصل مع نادي الزمالك؟ ليه كل الإدارات متعنتة مع مرتضى منصور؟ طب انتوا ما بتاخدوا لعيبة من عندنا ومفيش مشاكل؟ مفيش أي مشاكل. اشمعنى احنا مروان عطية وبعد كده إيبوكا؟ اشمعنى احنا اللي بيتعمل معانا كده؟ في حاجة غلط في داخل نادي الزمالك، في حاجة أنا مش فاهمها. في مرتضى منصور بيعمل حاجات مع رؤساء الأندية أنا مش فاهمها، أنا مش فاهمها والله. مروان عطية يعني كان خلاص على أعتاب نادي الزمالك، خلاص
محمد مصلحي مرة واحدة هوب لف وديه للأهلي. حنكرر المأساة تاني، حنكرر المأساة تاني. في حاجة غلط أنا مش فاهمها داخل نادي الزمالك، في حاجة غلط بتحصل في نادي الزمالك. فين الصفقات؟ فين صفقات نادي الزمالك؟ أمير سافر الإمارات ليه؟ بيقولوا عشان كان بيتفاوض مع أشرف بن شرقي. بيقولوا ما هم كل ما يتزنقوا يطلعوا إشاعة أشرف بن شرقي عشان الجماهير تهدى. هم كل ما يتزنقوا أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي جاي الزمالك، أشرف بن شرقي مش هيجي الزمالك. خلاص أقلم نفسه هناك وتمام وزي الفل وعايش حياته وتمام. مش هيرجع للضغط العصبي ده تاني، مش هيرجع للمجلس ان هو بيتحل في اي وقت ومش بياخد فلوسه ولا بياخد المرتب بتاعه. مش هيرجع في التهريج اللي حاصل ده في نادي الزمالك. وبيقولوا ان في صفقات تاني امير مرتضى منصور بيعملها. افلح ان صدق. خلاص النهارده كام؟ النهارده كام؟ 15 يناير. يعني فاضل لك كام؟ 15 يوم. فاضل لك 15 يوم وبالهنا والشفا. ال 15 يوم هتقدر تجيب فيها لعيبه ان شاء الله. نتمنى ان ينجح في ان هو يستقدم لعيبه اجانب من الطراز الثقيل لنادي الزمالك. نادي الزمالك يستحق اي لاعب زي اشرف بن شرقي واي لاعب زي فرجاني ساسي اللي حسبي الله ونعم الوكيل اللي فرط في فرجاني واشرف بن شرقي وطارق حامد ومصطفى محمد ومصطفى فتحي. ده كفايه اللعيبه دي كنت تشوفها في الملعب تتخض اقسم بالله تتخض. اللي حصل عندنا بيجي اللعيبه بتاعتنا بتاخد شعرها بالليزر. بلا فضايح كسفتونا يخرب بيوتكم.